مرحبا فيكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير وسعادة يا رب. أنا ليلى وهي قناتي المختصة بالوصفات الخالية من الجلوتين. بما أنه هلأ عم نعيش بالأجواء الحارة ودرجات الحرارة كتير مرتفعة، فقلت لازم ألحقكم بأسهل وصفة للآيس كريم الخالي من الجلوتين، خالي من السكر، خالي من اللاكتوز، وخالي من جميع مشتقات الألبان. إن شاء الله سهلة وسريعة وبسيطة، ورح تحبوها كتير ورح تعجبكم كتير، ورح أعطيكم كتير من البدائل لحتى تقدروا تجربوا بأي مكونات أنتم بتحبوها. في كتير امهات بيكون اطفالهم عندهم حساسيه من الحليب وحساسيه من الجلوتين بنفس الوقت، فبيتعذبوا كتير بانه يلاقوا خصوصا الايس كريم. فان شاء الله هاي الوصفه لإلكم ورح تعجبكم كتير. ما رح استخدم فيها اي كريمه ولا قشطه ولا كريمه شانتيه ولا اي شيء من منتجات الالبان. سهله وسريعه وبسيطه وقوامها جدا رائع. وخليكم معي لنهايه الفيديو لانه رح اذكر نصائح كتير مهمه لحتى نحصل على هذا القوام الرائع للايس كريم، نفس قوام الايس كريم الجاهز اللي بنشتريه من برا. رح يلزمني فريز او فراوله، رح اغسلهم بشكل كتير جيد واقطع الاخضر من فوق. واذا كنتوا يعني الخلاط اللي عندكم ماله قوي كتير، بتقدروا كل حبه فريز تقصوها بالنص او 4 اقسام حسب يعني قوه محضره الطعام او الخلاط اللي عندكم. انا بالنسبه لي كان خلاط ضعيف شوي، فقطعت كل حبه لقسمين او 4 اقسام اذا كانت كبيره. وبعد ما قطعتها رح احطها بكيس واحطها بالفريزر لحتى تتجمد عندي تماما. رح اجيب موز، انا استخدمت تقريبا موزتين كمان، رح اقطعهم نفس السبب لحتى يكون خلطهم اسهل علي، ورح احطهم بكيس واحطهم بالفريزر. يفضل انه تحطوهم بكيس لانه اذا حطيتوهم بالصحون رح يلتزقوا بالصحون لما رح يتجمدوا. بياخذوا لهم تقريبا 2-3 حسب الفريزر لحتى يتجمدوا ويصيروا جامدين معكم تماما. اذا كنتوا ما بتحبوا الموز بتقدروا تستخدموا بس فراوله او فريز. اذا كنتوا ما بتحبوا الفريز تقدروا تستخدموا بس موز. بس الموز والفريز بيعطوني ميكستشر كتير حلو، وهن هدول نكهتين كتير بيلبقوا لبعض. بعد ما تفرزوا عندي بشكل منيح، تقريبا كوب مليان من الموز المجمد وكوب مليان من الفريز المجمد، وحوالي نص كوب من حليب جوز الهند النباتي. بتقدروا تستبدلوا باي حليب نباتي انتم بتحبوه، او بتقدروا اذا ما بدكم اي حليب نباتي تستخدموا عصير او حليب عادي اذا كان ما عندكم حساسيه. مع شوية بحطهم كلهم بالخلاط مع شوية عسل، كمان الكمية حسب الرغبة حسب ما بتحبوا الحلاوة، وبتخلطوهم بشكل كتير جيد. هلا اذا كان عندكم محضر طعام كتير قوية بتقدروا تستخدموا كمية اقل من هذا الحليب. اذا كان خلاط ضعيف شوي هاي الكمية جدا ممتازة، وبتخلطوهم بشكل كتير جيد. هلا انا كل شوي كنت عم بسكر الخلاط بطفيه وبرجع هيك يعني بحرك الاجزاء لحتى ما يعلق فواكه فيه لبين ما يبلش ينخلط معي بشكل كتير جيد. وهلا هيك صار تمام وانخلط بشكل كتير ممتاز. بتقدروا على فكرة هلا لما بتحطوه بالعلبة تحطوا معه قطع فواكه، مثلا بتقدروا تحطوا قطع مكسرات، بتقدروا تتركوه هيك سادة مثل ما انتم بتحبوا. انا بالنسبة لي حبيت بالنهاية احط قطع فواكه فوقه، ما حبيت احط شي بقلبه. وهلا هيك هذا القوام اللي طلع عندي، شايفين قوام سميك وجدا رائع. وهلا راح احطه بالفريزر عدة ساعات حسب الفريزر يلي عندكم. هون راح احكي نقطة كتير كتير مهمة، بتمنى هيك تركزوا معي. اذا كنتوا انتوا ما عندكم محضر طعام قوية او هاند بلندر قوي كتير، خلوها تجمد كتير منيح وبعدين طالعوها مثل ما لكم شايفين هيك. بيكون قوامها مو تماما مثل قوام الايس كريم بنجيبه. فانا كيف بدي احل هذا الموضوع اذا ما كان عندي محضر طعام قويه؟ راح اعمل هيك، اخلطها كلها مع بعضها وارجع هيك امددها. بهي الطريقه انا عم باخذ قوام الايس كريم الجاهز. اذا مثل ما قلت لكم كان عندكم محضر طعام قويه بترجعوا بتحطوه بمحضره الطعام مره ثانيه وبتخلطوه خلطه اخيره، هون بتحصل على قوام بيرفكت نفس قوام الايس كريم الجاهز. وحتى لو رجعتوا فرستوا خلص هون اخذتوا قوام الايس كريم الجاهز. بس انا هاي الطريقه للناس اللي ما عندها محضر طعام قويه او خلاط قوي، بس هيك تكسروها بترجعوا الايس كريم وبترجعوا تمددوها. شوفوا هلا كيف صار القوام، صار القوام نفس قوام الايس كريم الجاهز، مو مثل الايس كريم المائي اللي بنعمله عاده بالبيت، لا قوام جدا بيرفكت. شايفين كريمي سموذي يعني كانه جايبينه من برا. وهلا هيك وبكل سهوله صار عندكم اطيب ايس كريم خالي من الجلوتين، خالي من اللاكتوز، خالي من منتجات الالبان، خالي من السكر، وسهل وسريع وطيب ومغذي كتير بنفس الوقت. بتقدروا تعتمدوه لاولادكم، وبتقدروا تستخدموا كل انواع الفواكه اللي انتم بتحبوها بنفس الطريقه. اي فواكه بتحبوها بتجمدوها وبتستخدموها بنفس الطريقة. مثل ما قلت لكم كمان إذا كان ما عندكم حساسية من الحليب تقدروا تستبدلوا الحليب النباتي بحليب عادي، بس كمان كان هون حليب جوز الهند أضاف نكهة كتير رائعة. وبالنهاية حطيت شوية من قطع الفواكه المجمدة وشوية عسل وشوية هيك زينة على كيفكم، وصار عندكم أطيب صحن آيس كريم. عن جد يعني ريحته بتشهي، قوامه بشهي،
طعمته رائعة جدا. الميكس تبع الفراولة والموز وجوز الهند كان جدا رائع، يعني كتير كانوا لابقين لبعض وكتير طيبين بنفس الوقت. بتقدروا تحتفظوا فيها بالفريزر امتى ما حبيتوا، بتطالعوا منها وخلاص. بما انكم خلطتوها ورجعتوا مرة تانية راح تضل ان شاء الله محافظة على قوام الايس كريم تبعها، ولا اروع من هيك. وطبعا انا رح اكتب لكم جميع المكونات ان شاء الله بصندوق الوصف لحتى تشوفون وترجعوا لهم. نقطة كتير مهمة، ملاحظة كتير مهمة، اذا كان عندكم خلاط قوي كتير او محضر طعام كتير قوية تقدروا تستغنوا عن السوائل بهاي الوصفة، تستخدموا بس كوب من الفراولة المجمدة وكوب من الموز المجمد ومعلقة عسل وتخلطوهم هيك مباشرة بيطلع معكم ايس كريم بدون ما ترجعوا تحطوه بالفريزر. اما لا، مثل ما قلت لكم للناس اللي عندها الخلاط ضعيف فبتعمل مثل الخطوات اللي انا عملتها، وان شاء الله كمان تحصل على نفس النتيجة الرائعة. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. شكرا لكم.